في الفيديو ده هنشوف سوا ازاي ممكن ناخد اي كاركتر عليه انيميشن من سايتس زي ميكسامو، ونعمل موشن كليبس جوه سينما 4D، وبعدين ناخد الموشن كليبس دي نطلعها ك GLB فايلز ندخلها على افتر افكت، وممكن نحط لها شادوز ونشوف ازاي الافتر افكت بيتعامل مع فايلات ال GLBs. يلا بينا نبتدي. اول حاجة من ميكسامو هنختار الكاركتر بتاعنا من characters. بعد كده بنروح على animations وبنختار اي animation احنا حابينه. بعد ما بنعمل كده بندوس داونلود، ما بنغيرش اي حاجة في الفورماتس اللي هنا، وبعدين بندوس داونلود تاني. ممكن ننزل اي عدد احنا حابينه من الانيميشنز. بعد ما نعمل كده خلينا نروح على السينما 4D. اما بنبقى جوه السينما 4D هندوس كنترول او علشان ننزل ال FBX اللي احنا نزلناها من ميكسامو. بندوس open وبندوس اوكي. بعد ما نعمل كده بيتفتح عندنا الاتنين FBX. بنعلم كنترول A او ناخدهم من الاوبجكت مانجر، وهندوس Alt G ونسميها زي ما هي متسمية في اسم الفايل. وبعدين هناخدها copy، نروح على الفايل التاني وهنعملها paste. وبعد كده هنيجي ناخد الباقي اللي هم كانوا اصلا في الفايل الاساسي، وبرضو هنسميها. يبقى عندنا اتنين نالز جواهم الكاركتر بالانيميشن. خلينا نخفي تاني واحدة ونيجي على اول واحدة ونروح لانيميت، وبعدين هندوس add motion clip. لو remove included animation from original object بتعلم عليها صح، هنشيل الصح اللي عليها وخلينا ندوس اوكي. قبل ما بنعمل كده بنلاقي عندنا التاج ده ظهر. هنعيد نفس اللي احنا لسه عاملينه دوت مع النل التاني ده كده احنا معلمين عليه. نروح لانيميت وبعد كده هندوس اد موشن كليب بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، وبعدين بندوس اوكي تاني. المرة دي هنقفل تاني واحدة ونفتح الأولانية. بعد كده هندوس شيفت F3 عشان نفتح اللوب شيت. ممكن نحطه هنا كده بالمنظر ده. لو جينا وبصينا بنلاقي فيه اول واحد الدوب شيت، تاني واحد الاف كيرف، تالت واحد بقى وهو بتاع الموشن مود او الموشن كليبس. خلينا نعلي عدد الفريمز لحد 150 مثلا، ونزوم كده تلاقي عندنا المنظر ده. ممكن نيجي نسحب دول كده لحد الاخر عشان نغطي 150 فريم. بعد كده لو جينا نلاقي عندنا الحركات، لو عندنا اكتر من انيميشن هنلاقيهم كلهم هنا. ناخد الموشن سورس بتاع النل التاني، بننزله جنب الموشن سورس الاولاني اللي فوق ده. وطبعا احنا لو عملنا بلاي دلوقتي، خلينا بس نقرب ده شوية كده. لو عملنا بلاي بنلاقي في زي قط كده في النص، عشان هنا الفريمات زي ما احنا شايفين في فريمات فاضية. الحلو في الموشن كليبس ان احنا لو جينا وسحبنا ده كده، شايفين الاوفرلاب دوت، البرنامج بيفهم ان هو ممكن يبلند ما بينهم لو طبعا نفس الكاركتر. فلو في انيميشن مختلف ودوسنا كده بلاي، بنشوف ان هو عمل بلند ما بين الانيميشن اللي كان على الموشن سورس الاولاني والموشن سورس التاني. بعد كده هنبقى عايزين نخرج الانيميشن دوت GLB. هنيجي في فايل اكسبورت، بعد كده GLTF دي هنيجي ندوس على الجير دي. نتأكد ان تحت انيميشن معلمين على سكين وبيك انيميشن، وبعدين بندوس اوكي ونختار مكان اللي هنسيف فيه. بعد كده بنروح على الافتر افكتس. اول حاجة بنعمل composition وبعدين ندوس اوكي، وبعدين هنعمل import لل GLB فايل او ال GLTF على حسب احنا عملنا export لايه. وهنيجي ننزله عندنا، نتأكد من اليونتس. احنا عندنا هنا بالمتر زي ما كان في الفايل بتاع السينما 4D. بعدين هندوس اوكي وخلينا ننزل الكاركتر تحت شوية. لو جينا في التايم لاين وفتحنا الارو ده، وبعدين عند انيميشن اوبشنز نلاقي الانيميشن اللي احنا كنا عاملينه هو ما كانش متسمي. لو دوسنا بلاي بنلاقي عندنا حاجة
بالشكل ده كده. خلينا دلوقتي نشوف ازاي ممكن نعمل الشادو. هنبتدي بان احنا ننزل HDRI. ممكن نجيب HDRIs free من بوليهيفن. بعد ما نزلنا ال HDRI ممكن نسحبها على التايم لاين. خلينا نخفيها دلوقتي، وبعدين هندوس كنترول Y علشان نعمل solid. هندوس اوكي، ننزل السوليد تحت ونخليه 3D. هنيجي هنا في الفيوز نخليها 4 فيوز، ولو دوسنا R واحنا معلمين على الوايت سوليد ممكن نيجي هنا وندوس 90 درجة. وهنيجي في السكيل نكبر السكيل شويتين، وهننزله في الزد لحد ما يبقى عند رجل الكاركتر بالظبط. بعد كده خلينا ندوس كنترول K ونيجي على ال 3D renderers. نتأكد ان احنا على advanced renderer وهندوس اوكي. خلينا نرجع ل view 1، بعدين بندوس رايت كليك وندوس على new وهننزل light. هنختار اخر واحدة اللي هي environment، ونتأكد ان احنا معلمين على cast shadows. بعد كده هندوس اوكي. اول ما بنعمل كده بنلاقي الشادو ده ظهر عندنا، بس مش ده اللي احنا عايزينه. تحت environment light لو هي مقفولة بنفتح الارو، وبعدين تحت light sources بنلاقي فيه source. نخلي السورس بتاعنا ال HDRI. طبعا لو ال HDRI source مش ظاهرة هنا، غالبا احنا مش منزلينها في التايم لاين. لازم تبقى نازلة في التايم لاين، وبنشيل الايبول بتاعتها. بعد كده لو دوسنا على حرف C ممكن نعمل روتيت. لو جينا ودوسنا بلاي بنلاقي عندنا حاجة بالشكل ده. نلاحظ لو احنا دوسنا كنترول K وجينا في الريندرز في اوبشنز، في عندنا هنا الريندر كواليتي. دي كواليتي بتاعت الشادو زي ما احنا شايفين. وكل ما نعلي كواليتي بنقلل النويز، بس ده بيكتر وبيزود وقت الريندر. بعد كده في عندنا الريزولوشن بتاعت الشادو بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اهم حاجة دلوقتي الكاستنج بوكس سايز. لو خلينا مثلا fit to scene هتلاقي عندك حاجة بالمنظر ده كده. لو دوسنا اوكي بعدين اوكي ودوسنا بلاي، شايفين الادجز بتبوظ بالمنظر ده. فده حلها بنبقى ان احنا نخلي الكاستنج بوكس سايز اللي هو ده يعني مش كبير، بنقلله على قد ما احنا محتاجين. حاجة مثلا 1000. لو دوسنا اوكي وبلاي تلاقي الادجز ظبطت. لو علينا في اي values من دي، لا زي مثلا الريندر كواليتي او وطبعا الريزولوشن هنا اعلى حاجة اللي هي 128. ممكن نعلي في السموزنس، بس ده هيعلي وقت الريندر جامد جدا. ندوس اوكي اوكي بيبقى عندنا حاجة بالمنظر ده. طبعا السين بيتقل جدا، فعلى قد ما نقدر يبقى الفاليوز بتاعت الشادو قليلة. ولو ينفع بلاش سموزنس عشان هتقل الفايل، ونقلل في الرندر كواليتي على قد ما احنا محتاجين. بس ده كان كل اللي احنا محتاجين نعرفه عن ازاي ممكن نعمل موشن كليب جوه سينما 4D، وازاي ممكن نطلع GLB فايل، وازاي نتعامل مع GLB فايلز جوه الافتر افكتس.